بص يا صاحبي، خلينا نسأل سؤال مهم. هي الحياة فعلا صعبة؟ اقف دقيقة افكر. كم مرة قعدت بالليل لوحدك وسألت نفسك هي ليه الحياة تقيلة عليا كده؟ خليني اقول لك الموضوع مش زي ما انت فاكر، الموضوع ابسط من كده. اول سبب هو زيادة التكنولوجيا ووسائل الراحة. زمان لو كان محتاج حاجة كان لازم يلف ويدور ويتعب عقبال ما يجيبها، مش زي دلوقتي بضغطة زرار بتجيب كل اللي انت عايزه وانت قاعد على السرير. جعان والاكل اللي في البيت مش عاجبك، هترن على المطعم برن التليفون هيجيب لك الاكل لحد باب البيت. السؤال، لو قال لك الدليفري مش شغال ولازم تنزل تستلم من المطعم، هل هتنزل؟ معظم هيقول لا. بس خلي بالك، الراحه بتولد ايه؟ تولد كسل. ده دليل ان احنا بقينا نختار الاسهل مش الافضل. تاني حاجه الذكاء الاصطناعي والاستخدام الغلط. الاول كنت ممكن تقعد تتعب وتدور على تعمل صوره تعمل حاجه، بس تعتل الذكاء الاصطناعي يعملها لك على طول، زي تشات جي بي تي وجيميناي. او دلوقتي بيحلوا في المدارس امتحانات البرنامج معمول عشان يساعدك مش عشان خاطر انت تحل بيه الامتحان. يجي بقى النقطه ثانيه هي المقارنه. خليك صريح، انت كم مره قارنت نفسك بناس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فتحت الانستجرام او التيك توك لقيت واحد مبسوط مع عربيه قدك اكبر منك في السن بحاجات بسيطه، قلت اشمعنى انا ما كنتش زيه؟ وفي كمان حاجه، مين قال ان البعد والسفر بس؟ ممكن تبقى قاعد معاهم تحت نفس البيت وحاسس بالبعد ومحدش بيسمع مشاكلك، سايبينك في وحدتك في اوضتك ولا يعرفوا عنك اي حاجه. بس لو جيت بصيت لها منظور تاني هتلاقي انك كده بدات تعتمد على نفسك، بدات تبقى شخص اعتمادي بمعنى اصح. ما تعتمدش على حد، تعتمد على نفسك بس. تبدا منين؟ ركز اول حاجه على الوقت انت بتضيع في الموبايل. انت بتضيع الوقت ده في حاجه مفيده حاجه لا. مقارنات، قارنش نفسك بحد على الموبايل اولا واخيرا. يعني خليك عارف ان العاده هي اللي بتصنع مستقبلك مش انت اللي بتصنعه. بقول لك قوم ارمي التليفون، وبدل ما انت بتستخدمه 3 4 ساعات في اليوم استخدمه ربع ساعه. لا، انا عايزك تقلل الوقت بالتدريج، تبدا بعاده صغيره بعدها بقى تبدا تكبر لحد ما يبقى عندك الروتين عشان تعرف تنجح. ولو اللي حواليك بيحبطوك دول انت مش هتنجح، انت بتعمله مش توصل، انت كده فاشل، انت كده بتعمل، يبقى انت لازم تبعد عنهم وتعرف اهميه نفسك. خليك عارف ان النجاح مش بيجي من يوم وليله، وان مشوار 1000 ميل يبقى خطوه صغيره انت هتعملها تفتح الطريق قدامك لمستقبل كويس. مفيش حاجه اسمها هبدا لما الدنيا تستقر. ابدا دلوقتي من مكانك باللي في ايدك. التكنولوجيا اللي بتشتتك استخدمها في انك تتعلم حاجه جديده. الذكاء الاصطناعي اللي بيكسلك استخدمه في انك تزود انتاجيتك. المشاكل اللي بتواجهك خليها تبنيك مش تهدك. المشاكل اللي بتواجهك خليها تبنيك مش تهدك. في الاخر الحياه مش صعبه، بس احنا اللي بنعقدها.